من الاشياء الاكثر بحثا النهارده على محركات البحث جوجل وغيره والسوشيال ميديا بصفه عامه هي كلمه. طبعا لفت نظري برضو تعليق طريف وظريف جدا. اسلام محمد بيقول: هو يا سعد بيه الطيور بقى يتقال عليها بهيمه الانعام اليومين دول؟ زمن اغبر ما يعلم به الا ربنا، يا علماء السلطان اتقوا الله. كان في محمد سعد برضو بيقول: سعد الهلالي ده اللي قال على السيسي انه رسول من عند الله، بكده هتبقى الفرخه خروف. فعلا الظاهر يا جماعه ان الثقافه بتاعتنا بتنحدر وبترجع لورا، وكل يوم بيطلع ترند مختلف. دول ناس جهلاء، انا لا اعرف كيف اصبحوا شيوخ. انا لا اريد ان افتي بشيء انا ما اعرفوش كتير، ولكن بناء على ردود شيوخ الازهر اللي رفضوا ده وبشده وجرموه كمان، الدكتور عبد الله النجار رد محترم، وغيره من الشيوخ لو عرضت هعرض كتير دلوقتي. فدول شيوخ انا ما اعرفش بيقولوا عليهم شيوخ السلطان، دول المفروض ما يكونوش موجودين على الساحه، والمفروض ما يدلوش باي فتوى زي الشيخ خالد الجندي. برضه دول ناس ما يدلوش باي فتوى، بيبوحوا الطلاق ويحللوا مش عارف ايه ويجرموا ايه، ويجب علينا الا نستمع لهم ابدا. ومصر بخير. وحابب اقول يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك فيها ويفعل جرس الاشعارات عشان توصلك حلقه كل يوم. يوم سعيد عليكم، كل سنه وانتم طيبين وصباح الخير.